عايزة تخلّلي الزيتون بطريقة سهلة وبسيطة ويطلع معاكِ حلو جدًا ومش ممرّر وتاكليه بعد أسبوعين، تعالي أقول لِك على الطريقة، بس قبل ما نبدأ الفيديو لو لسه ما اشتركتوش في القناة انزلوا اشتركوا ويالّا بينا نبدأ. أول حاجة هاجيب كيلو من الزيتون هافتحه بالسكينة كده من فوق 4/4 وده عشان يتملّح معانا بسرعة وما ياخدش وقت. بعد كده بقى في مَيّة مغلية هانزل بكل كمية الزيتون اللي عندي وهاسيبه في المَيّة لحد ما تبرد خالص. بعد كده هنغير عليه المَيّة ويفضل في المَيّة يوم كامل ونغيرها من 3 ل4 مرات. تاني يوم بقى هيبقى ده شكل الزيتون بتاعنا، هتلاقي لونه اتغير والفتحة اللي فيه بانت اكتر. بعد كده بقى هنجيب بولة هنحط فيها ليمون متقطع 4/4 وهنحط معاه جزر مبشور وهنحط كام ورقة من ورق اللورا بتاع الشوربة، وده عشان الزيتون ما يعملش ريمة بيضة كده على الوش. معلقتين كبار من حبة البركة ومعلقتين كبار من الشطة، وهنزل بكل كمية الزيتون اللي عندي بقى واقلب كل الحاجات دي مع بعض كويس جدا. هابتدي بقى اجيب البرطمان بتاعي واعبي فيه كمية الزيتون، الكيلو عمل معايا برطمانين مليانين. بعد كده هنجيب بولة فيها مية دافية وهنزل بمعلقتين ملح كبار وادوبهم في المية واحط عليهم حبة من الخل وهقلبهم مع بعض كده. وهجيب بقى البرطمانات بتاعتي وابتدي اغطي كل كمية الزيتون بالمية اللي عندي دي. بعد كده هحط حبة من الزيت كده على وش كل برطمان، وهجيب كيس بلاستيك هحطه على وش البرطمان كده واقفل الغطا كويس جدا. البرطمان التاني برضو جبت كيس وحطيته على الوش وقفلت الغطا كويس، وهقص بقى باقي حتة الكيس دي بالمقص كده. بس كده وهسيبه في البرطمان لمدة أسبوعين وبعدها أفتح عليه وهيطلع معاكي حلو جدا. جربي الطريقة دي وبألف هنا وشفا على قلبكم.